السلام عليكم احلى ناس واحلى متابعين. النهارده بقى مشتريات السوق بافكار حلوه جدا جدا. لما تنزلي السوق متاخره شويه بيبقوا البياعين زهقوا وعايزين يبيعوا باي سعر، طبعا اللي فاضل معاهم عشان خاطر يمشوا بقى وعشان الجو حر، فبيبيعوا بسعر ارخص شويه. ليه؟ لان بيكون ربنا رضاهم خلاص وباعوا بقى الصبح، فاللي فاضل بيبيعوه باقل حاجه بقى وخلاص. تعالوا بقى نشوف الاسعار مع بعض. انا نازله متاخره تمام، فجبت كيلو الخوخ ب25 جنيه. بند الفاكهه اهو، جبت صنفين حلوه قوي، والموز ب25 جنيه الكيلو برضو حلو تمام. يعني كده الفاكهه ب50 جنيه. والفلفل ده عايزه اقول لكم برضو، جيت اسال عليه كان الكيلو ب10 فلفل على شطه. ليه؟ لان كان في الاخر كده بالسوق اهو، فالكيلو ب10، فانا فصلت يعني خدتهم شروه على بعضهم كده ب20 جنيه الكيسين دول. انا بعمله مخلل وبرده بقطعه وعينه في الفريزر متقطع جاهز، بيتخزن معايا يعني مش هيبوظ عندي ولا اي حاجه. تحفه وجميل جدا. وجبت برده كده العلب التوابل دي بتتباع ب10 جنيه كده في السوق. بس الصراحه لا، العلبه كانت عندي وانا جبت ب5 جنيه وفضيتهم في قلبها كده. برده التوابل السايبه حلوه، لكن الفلفل تجيبيه طبعا من عند العطار يكون موثوق فيه تمام كده. وهنا بقى جبت البانيه ده ستريبس. انا قلت للراجل يقطعه لي كده من عند بتاع الفراخ، يقطعوا لي ستريبس تمام. البانيه الكيلو ب100، انا جايبه سوري الكيلو ب200، انا جايبه ده نص كيلو وقلت له يقطعه لي. النص عامل 100 جنيه. وتعالوا السمك ده برده كان اخر حاجه كده موجوده، الكيلو بتاعه عامل 50 جنيه، لان السمك ده انا بخلله بعمله اللي هو سردين. الكيلو كان عامل 50 جنيه تمام. وده الكيلو اداهولي ب55 بالعافيه، لان هو اصلا كان بيبيعه ب60 جنيه وب70 جنيه الصبح. فهم كانوا حبه صغيرين مش جايين كيلو اصلا. تمام، حبه صغيرين مش جايين كيلو، لان ما شاء الله السمكيه صغيره. الكيلو بيعمل 12 واحده، حوالي 12. دول مش مكملين، وكمل لي عليهم كمان سمكتين كبار والله اهو من نوع تاني. قال لي دول كده ب50 جنيه، فجبتهم 50 و50. وعندي برضو ايه سمكه بولتي كده، عشان عندنا فرد في البيت بيحب السمك البولتي، فجبت سمكيه بولتي كده قسمتها 2 جميله قوي. وده قهوه. هو مصطفى عايز يوريكم القهوه، ورينا كده يا صوص. فين؟ اهي قهوه. مين اللي بيحب القهوه؟ لبابا اهي. كيس القهوه ده برضو عامل 5 جنيه، حلو قوي برضو. في السوبر ماركت بيتباع ب10. احنا بنحب اللون اللي هو الفاتح فجبتها كيس ب5. والطماطم برضو دلوقتي كانت الصبح ب20 وب25، دلوقتي ب15 جنيه. جميله قوي قوي. اللب ب130 جنيه الكيلو. برضو لو انا هشتريه من المقلة بيبيعوا لك الربع ب70، يعني الكيلو ب140، لكن انا جايبه كيلو ب130 وحلو مش وحش على فكره. مصطفى ابني ده اسمه ايه يا مصطفى؟ خوخ. وجبت بقى الجبنه دي برضو كده، قطعه جبنه قديمه، عشان لو الواحد امر رغيف عيش كده وكلها تبقى حلوه كده. ب20 جنيه دول، يا ما وزنتهمش، حطت شويه مش كده مع حته جبنه ب20 جنيه. وما نسيناش بند المنظفات. ايه دي؟ ما دي مش شوكولاته، دي بن قهوه. مصطفى بيحسبها شوكولاته، قهوه تركي اهي والله. لا والله مش شوكولاته. بند المنظفات اهو زي ما احنا شايفين. جبت معطر وجبت كلوركس الوان تمام. كيس ب10، يعني الكيس كيلو ونص، لتر ونص، والكيلو ب7 تمام. والحلاوه دي برضو جايبينها ال3 قطع ب10 جنيه، حلوه قوي. القطعه بتبقى 40 جرام. بصوا ايه. ماشي دي هنفتحها وناكلها ماما، ماشي. لكن دي قهوه. لكن دي اما بابا يجي. ماشي. اما بابا يجي قهوه. ماشي. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، ودي كانت مشترياتنا، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وسامحوني بقى على الاصوات.